الحقيقة السادسة: استخراج الموارد يخلي الحياة أفضل. زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت، الحاجات اللي بنستعملها كل يوم بتمر بمراحل معينة لحد في الآخر لما نستهلكها ونتخلص منها. بعد ما بنحصل على الموارد بنحولها لمنتجات. في المرحلة دي بيكون عندنا 4 عمليات رئيسية: الإنتاج، عملية تحويل الموارد الطبيعية لمنتجات. التوزيع، عملية تسليم المنتجات للمستهلكين. الاستهلاك، عملية استعمال المنتجات. التخلص، وهي المرحلة اللي فيها بنتخلص من المنتجات أو مخلفاتها بعد الاستعمال. في الحلقة دي هنحاول باختصار نشوف الآراء المصاحبة لعملية التصنيع للمنتج ده في ظل النظام الرأسمالي. خلونا نبص على كلمة الاستخراج، أو بمعنى آخر الحصول على الموارد الطبيعية. عندنا هنا جانبين متصارعين: جانب قنوع وراضي بالنظام الرأسمالي وحجته ان استخراج الموارد امر طبيعي ومفيد جدا، والجانب التاني ضد النظام الحالي، شايف ان كلمة استخراج الموارد معنى تاني ببساطة لتلويث العالم، وحجته ان الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة بيقطعوا في الشجر وينسفوا في الجبال علشان يجيبوا منها المعادن، يستغلوا المية ويتسببوا في موت الحيوانات من على الارض باعداد مهولة. لكن في نفس الوقت الناس اللي بتدعم النظام الحالي بتميل لتقليل اثار استخراج الموارد على البيئة وعلى العالم ككل، وبيقولوا ان لازال عندنا موارد كتير مع العلم بندرة الموارد، وان الجزء المستخدم بنستخدمه بكل كفاءة عشان نزود من ارضاء الناس من خلال تقنيات السوق اللي هنتعرف عليها بعدين. لكن لازال اللي ضد النظام بيأكدوا على اننا بنفقد مواردنا بسرعة، وحجتهم ان احنا بنستعمل حاجات كتير جدا. حسب بعض الدراسات اللي بيعتمدوا عليها، في ال30 سنة اللي فاتوا بس حوالي تلت الموارد الطبيعية على الأرض تم استهلاكها، وبيقولوا إن الناس بتستغل وتلوث الأرض لدرجة إنها تسببت في إن الكون بقى صعب الناس تعيش فيه. في الواقع الولايات المتحدة بوضعها كأكبر اقتصاد في العالم وقوة عظمى، فهي لوحدها بتستهلك أكتر من أي حد تاني، وبيخرج من عندها نفايات أكتر من أي حد تاني. لو باقي العالم استهلك بنفس الكمية اللي بتستهلكها الولايات المتحدة، يبقى احنا كده احتاجنا من 3 ل5 كواكب أرضية تانية عشان تكفينا، وبرغم كل ده ما عندناش غير كوكب واحد بس. في نفس الوقت اللي بيدعموا النظام الحالي بيقولوا ان استخراج الموارد الطبيعية بيخلي الدنيا ينفع يتعاش فيها، كلام عكس تماما الطرف المخالف. والسبب انهم بيقولوا كده ان الاستخراج بيسمح بتلبية حاجاتنا، وبكده حياتنا تستاهل نعيش فيها. في الفيديو اللي جاي هنحط كل القضايا الجدلية بتاعت فوائد ومضار الاستخراج على جنب، ونسأل ازاي دولة زي الولايات المتحدة بتقدر تحقق مستويات عالية من الاستهلاك، وازاي هم بيخططوا يكملوا.